يا صباح الفل، يا صباح الورد على الناس العسل. قلت بقى ايه يومي بقى في المطبخ كده النهارده، اروق بقى المواعين اللي في الحوض دي، والم بقى الايه السله وكده، وانضف المطبخ حوالين مني، واجهز ايه الاكل وايه وانا واقفه. ده معانا الخضار اهوت، طماطم وبصل وفلفل الوان للكبده، ومعايا رز بسمتي، ودي زبده. والرز البسمتي اهوت كنت غسلاه ونقعاه. وقلت ايه بقى احط ايه معلقتين زبده كده وحته سمنه حلوه كده، واجهز بقى الاكل ايه للبنات بقى اما يجوا من المدرسه وكده. ده احط بقى البصل اهوت، حطيت الزبده، واحط معلقه زبده كمان ومعلقه سمنه، وحطيت البصل شوحه بقى كده شويه، وبقوم ايه نازله بالايه بالرز بتاعي عليه. معلقه سمنه برضو عشان ايه تخلي الرز مفلفل كده وجميل. لازم ايدي تبقى فيه كده بقى عشان ايه ما يتحرقش مني، لان الزبده ايه بتتلسع في الحله بسرعه. خلاص كده بقى، هو كده بقى تمام. مش هستنى بقى لما هو يحمر، لا يعني يدبل معايا كده، اقوم نازله عليه بايه بالبهارات بتاعتنا وحاجتنا، واقوم نازلين عليه بالرز. كده البهارات بتاعتنا اهوت: فلفل اسمر، كمون، كزبره، ورق لورو، وببرق وكركم، معلش كركم. هنزل بقى بالرز، اقلبهم كده، واقوم نازله بقى بالرز عليهم. كنت انا بقى نقعاه وهصفيه، صفيته من الميه وحطيته في المصفى معايا كده. هنزل بقى بكده في ايه في الحله كده، هقلبه برضو بقى كويس، كله يتجانس مع بعضه كده، بهاراته بحاجته. قلت بقى ايه جنب تنظيف المطبخ بقى كده والحاجات ده، جاهز غدانا على ما البنات بقى يجوا من المدرسة وكده، وتبقى ايه ابقى مجهزه لهم غداهم وحاجتهم، ومروقه الدنيا حوالين مني وانا واقفه. يعني يا دوبك عما بيجوا يكونوا خلاص بقى ياكلوا لقمة على السريع كده، ويا دوبك بقى يجروا يروحوا الدروس، واخر النهار بقى يجوا يكتبوا حاجتهم وحالهم ويناموا. كده انزل بقى عليه بهوت بالميه كده، واقلبه برده كويس، واحطوله الملح بتاعه. كده انا حطيت الملح بتاعه، واقلبه برده، واقوم مغطيه بقى وسايباه يستوى بقى براحته خالص. يبقى ايه حبه رز يستاهلوا بقوك كده عسل. خلاص كده خلصناه. نعمل بقى الايه الكبده بتاعتنا بقى. برضو حته سمنه. انا بحب السمنه في كل حاجه على فكره، في كل الاكل، والزبده والحاجات دي بحب اكلهم بحب احطهم في الاكل كله. يعني في اي اكل محتاج زبده او سمنه بحطه. كنت انا بقى بشر البصل، هشوحهم برضو كده. انا عندي ايه ما يتبالوا حاجه بسيطه كده. أو زي ما انتوا شايفين، هفضل بقى اقلب فيهم شويه كده، اللي عندي ايه برضو ما احس ان هما بدا يتبالوا كده، هقوم حاطه عليهم الايه الرز اهوت بيغلي اهوت. بقى هوطي عليها على البوتاجاز شويه. خلاص البصله بدات تدبل معانا اهي. اهو نازله بقى بالايه بالكبده عليه. برضه هفضل برضه اشوح في الكبده برضه لعند ما تاخد صدمه معانا كده مع البصل كده ويغير لونها. هقوم حاطه عليها الايه البهارات بتاعتها والفلفل الالوان اللي احنا ايه مخرطين.
هفضل بقى اشوف اقلبها بقى كده لعند ما ايه ما تبتدي تاخد لون معايا بقى فص توم اهوت مهروس كنت حاطاه في التلاجة. وده الفلفل الالوان اللي احنا ضرباه في الكبة. هفضي بقى كل ده عليها. هسيبها بقى لما تاخد ايه اقلبها بقى كده. والله الفلفل الالوان ده شكله حلو. اعمل لون حلو في الاكل. اقلبها برضو كويس بقى واحط لها الملح بتاعها. وده برضو حبيتين طماطم برضو مضروبين في الكبة. هقلبهم برضو كويس. حاجة ما شاء الله بصراحة يعني. كل ده بقى ايه هسيبها بقى على النار كده ايه تاخد بقى مع نفسها كده لعند ما ايه ما تستوي. واقوم مطفيه عليها. لكن الرز بياخد وقت شويه الرز البسمتي بياخد وقت. ده الملح ودي البهارات بتاعتها. فلفل اسمر كمون كزبره. انا عليت عليها النار لان لقيتها هتسرب ميه. فما ينفعش ان يبقى فيها ميه كده. لازم تبقى ناشفه. فانا عليت على النار عشان تبقى ناشفه معايا ما تبقاش فيها ميه. هي كده بقى اغطيها بقى واسيبها عند بقى ما تستوي بقى براحتها كده واكمل بقيه الايه المواعين في الحوض. دي بقى بسمله بنتي بقى كانت جت من المدرسه بقى ولقيتني في المطبخ. فجت بقى ايه قلت لها تعالى بقى كملي بقى المواعين معايا. قلت لها انا لسه جايه يا ماما ما اعرفش. قلت لها مش مشكله وايه يعني. فانا هكملهم انا بقى مكانها عشان ايه هي ترتاح شويه وكده وانا هكملهم انا مكانها. فانا كنت جهزت الاكل بقى وخلصت على مجيهم كده وقلت اروق بقى المطبخ. زي ما انتوا شايفين. هي بتغسل على قد ما عارفه. هي هتخلص بقى وانا هكمل مكانها بقى واروق الدنيا وارجع لكم بقى. كده بقى روقنا المطبخ كده وجهزنا غدانا وغسلنا الخضره بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين. اهو كفينا بقى المواعين اللي اتغسلت اهيت. ده بقى الكبده بعد ما خلصت. وده كده الرز البسمتي اهوت. كده غدانا يا حبايبي قلبي خلص اهوت. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس وتعليق جميل.